التالية الفريق النصراوي يتطلع إلى مباراة متميزة يعود من خلالها ويعيد الابتسامة لمحبيه وجماهيره. اللقطات التي ظهر فيها لاعبو النصر في تدريباتهم الأخيرة قبيل مواجهة الاتفاق. حديث للاعبين النصراويين أيضا قبل هذه المواجهة، نتابع. والله بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مباراتنا مع شقائنا نادي الاتفاق، يعني نادي الاتفاق فريق كبير ونادي النصر برضه فريق كبير، وإن شاء الله يعني تكون مباراة تليق باسم الفريقين، وإن شاء الله نحقق 3 نقاط بإذن الله. والله طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني خاصة الفترة هذه أنا شايف لعيبة يعني مع بعض، قلوبهم مع بعض، ويعني حتى في الملعب يعني تشوف اللعيبة يعني كنا أخوان بصراحة، والحمد لله يعني إن شاء الله هذا الشيء يظهر في المباراة الجاية بإذن الله. بالتأكيد احنا ننظر لمباراتنا مع فريق شقيقنا فريق نادي الاتفاق، مباراة يعني نطمح أن نقدم فيها الأفضل أمام فريق الآن يعتبر متصدر الدوري، من أفضل الفرق في الدوري، يملك لاعبين مميزين، فريق يملك يعني كل مقومات التفوق في كل شيء، فريق أعتقد أنه يعني جاي للرياض، وهو يعني فريق كبير وفريق يخطف ال3 نقاط. أخشى ما أخشى أنه فريقي أو فريقنا يعني لا يقدم ما هو مطلوب منه على ملعبه بين جماهيره، لأنه أيضا النصر له كذا مباراة أو من الموسم الماضي يلعب مباراة كويسة ويخفق مباراة تالية، ومن خلال منبر كل الرياضة أو القناة الرياضية أحذر أو الملعب يعني أحذر إخواني اللاعبين من هذا الشيء، وأنهم لا حتى الآن لم يقدموا يعني ما يشفع لهم أمام جماهيرهم، ولازم هم يضحون ويخلصون ويعرفون أنه بينهم أيضا أمام فريق نادي الاتفاق يعني ثار كبير. الموسم الماضي فريق الاتفاق مرمط على قولتهم بالمصطلح العامي فريق النصر في الدمام، وكانت نتيجة قاسية ومؤلمة. راح نواجه فريق كبير، فريق قوي، فريق متصدر زي ما قلت، فريق يعني لم يعني يلج أي هدف في مرماه، ومكتمل عناصريا. إن شاء الله احنا عدين العدة لهذه المباراة الحمد لله، يعني المعنويات مرتفعة، خصوصا يعني بعد آخر مباراة كان في مستوى النتيجة الحمد لله. طبعا هذا يعني لسه احنا ما وصلنا للشيء اللي نطمح له، بس يعني هذه تعطينا دافع ان نقدم مستوى افضل ان شاء الله، ونعالج اخطائنا في المباراه السابقه. المباراه القادمه يعني راح تعطينا دافع كبير، خصوصا انها بين ارض وجمهورنا اللي متعودين منه ان شاء الله يروح، يعني من غير ما نقول راح يحضر ان شاء الله هذه المباراه، يساندنا، يكون دافع قوي لنا باذن الله.